السلام عليكم. عندي سؤال. هل ممكن الإنسان يكون منتمي لعدة دوائر روحانية في نفس الوقت؟ كيف ما كنقولوا عنده مجمع الأجاويد أكون لك شاكرة. كاين، ما يمكنش نقول لك أنا ما كاينش، كاينين. واللي عنده الدوائر بسبعة أو كيحكمها ما يمكنش غنقولها لك. ما يمكنش أنا غنقول لك مثلا فلان غيقول لك راه عندي الدوائر بسبعة. من المستحيل أنك تسمعيها أو واحد يسمعها نهائيا. ولا كان داخلك على حسب النجم ديالك فهي داخلك دائره وحده، طالع ديالك داخلك دائره وحده، داخلك على حسب الكسب ديالك. فما يمكنش انت سمات عندك الروح لدرجه لهاد الدرجه، لدرجه انك دير جوج دوائر او ثلاثه. انت راك ضاربه مع ورد واحد، هالعرا شدو شدو بعدا وشد القوه ديالو بدرجه بالنسبه لي بسيطه 10 15% 30% 35% باش توصل ل 100 ويتجلاو لك العاره واحده، دائره واحده او زوج. او الاراثه يعني كنشوفوا زمان يعني والي من اولياء الله اللي خلى علم يلاه كيحكم دائره او زوج، كان طبيب ديالهم او استاذ ديالهم او عالم عندهم او شيء من هذا القبيل كيجيو عندك انت. دابا في العصر ديالنا بعقلك انت شكون هو هذا القطب عندنا اللي شاد دوائر بسبعه؟ شكون هو هاد الغوت اللي كيعيش وسط منا دابا حاليا ويقول لك انا عندي الدوائر بسبعه؟ شكون هو؟ وفي حاله عنده راه ما غيقولاش. وكاينين، انا ماشي كنقول انه ما كاينينش، كاينين الحمد لله معنا لحد الساعه كيعيشوا معنا اولياء الله وعندهم الدوائر بسبعه، ولكن ما تعرفيها لا تي لا انا لا حتى شي واحد. فهمتيني؟ كنتمنى ان الرساله تكون وصلات، يعني قدس الله سرهم معانا عايشين معانا. كتلقى يبارك معاك ورا والي من اولياء الله ما تعرفيهاش، كتلقى يبارك بارك معاك ورا هو غوت ما عارفيهاش انت. يعني باش غيجي واحد يقول لك انا كنحكم الدوائر بسبعه، الا لا تحطيتي معاه في شي موقف علاجي، يعني موقف ديال استفسار وخرجات ليه حبا فيك قالها لك. اما باش يتباهى انني انا كان عندي